تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميراي. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بسيط. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي، ألم بيكون دوايا، ظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي، ألم بيكون دوايا، ظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي أحلى ما في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار بأمري، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار بأمري. رضاكي هو ضمني وجسحتي وفاقي. كبريائي يا حبيبي أحلى ما في سمائي، يا حبيبي يا حياتي حبني أجمل صفاتي، يا حبيبي يا حياتي حبني أجمل صفاتي. حبيبي وقربك نحاتي لأجل نفرح بسلامي. كبريائي يا حبيبي أحلى ما في سمائي. المخرج علي عبد العال. وديت كرتونة الأدوية اللي سرقتها من الصيدلية امبارح فين يا شحاتة؟ ايه؟ الأدوية المخدرة اللي بتطبعها أنت وشلة الأنس بتوعك. وانا بعرف اقرا ولا اكتب عشان اعرف الادويه المخدره اللي بتقول عليها دي؟ لا والله أنت بس تعرف تفش الاسم، لكن فين بقى صاحبك يعرف يميزها من غيرها. وين صاحبي يعرف يميزها ازاي؟ مش بيشتغل تمرجي في عيادة؟ لو سرقناه ايه رايك بقى؟ سرقناها لو هتعمل ازاي؟ مش أنا اللي هعمل يا شحاتة، النيابة رفعت البصمات من على كل حتة في الصيدلية النهاردة، واكيد اكتشفوا وجود بصمات غريبة عن باقي بصمات اللي بيشتغلوا فيها. مش ناقص بقى غير تليفون صغنن قد كده اهو يبلغ رئيس المباحث مين بقى اصحاب البصمات الغريبة دي. لا الحكاية ما توصلش كده، ما يقول عليك شحاتة مهلة. ايوه كده كان في الدواسة يا شحاتة. وكنت في الدواسة كنت فيها، امال اعمل ايه يعني؟ اما بنت اللذيذة بصحيح، بس كشفت الملعوبة ازاي؟ يعني ربطت الخروج ببعضها ونصبت لي الجاية. على كده بقى دماغها كمبيوتر. بتتعلموا في الكلية؟ المهم ان احنا نفضل بعيد عن كمبيوتر ووزارة الداخلية. لا الله، مش هي هددتك انها ممكن تقل عقلها وتعملها؟ انا فين قلت لك استنيت ازاي؟ انت بتلعبك ازاي؟ بتحط لي ورقة الحكومة قصاد ورقة طلاق امها وترضهم من الشارع. يعني طول ما هتفضل انت كائن في الدواسة هتفضل هي برضه كائن. فهمت فهيم. بس على كده بقى الموضوع ده جلى عن الطار. سادة من سفاك فهيم حول. فكني يا اخويا في الدواسة.
اللي انت بتعمليه ده يا امل؟ انت بتعيطي. اعمل ايه بس يا ريم؟ اعمل ايه؟ انا قلت ان انت بعد ما هتيجي من عندك انت اللي هتهوني عليا. مش معقوله يعني. صعبان عليا نفسي قوي يا ريم، صعبان عليا نفسي، صعبان عليا حالنا ده. لكن الحق انت وقفتي عند حد، لكن انا حساب ضميري. هو انت كنت بتتكلمي جد يعني لما هديتيه؟ كنت عاوزه فعلا تبلغي عنه؟ مش ده الصح يا ريم، مش ده الصح، مش ده اللي كان فعلا لازم اعمله. وساعتها هو كمان كان هيبقى عارف ايه اللي لازم يعمله. انا مش عارفه لحد امتى، لحد امتى شبح الشارع ده هيفضل يطاردنا منين ما نروح؟ لحد امتى بس يا ربي؟ لحد امتى؟ اهدي يا اختي، اهدي والنبي. انت مش حاسه بالنار اللي جوايا؟ احساسي بالعجز اني ابلغ عنه مخليني مش قادره اسامح نفسي، مش قادره ابص في وشي في المرايه يا ريم. حساكي يا ام، حساكي والله يا حبيبتي. بس اللي يشوفك بالانهيار ده ما يشوفكيش من شويه وانت بتكلميه في منتهى القوه. انا فعلا ما كنت حاسه اني قويه وانا بكلمه. بقيت زي اللي حايشه دموعي بالعافيه علشان ما يشوفنيش وانا ببكي قدامه. لما في لحظه هددنا انه يطردنا في الشارع. ايه، ما حبيتيش يشوفك بتعيطي؟ كرامتي منعتني اني اسيبه يشوفني ضعيفه قدامه عشان يفضل عامل حساب لينا وعامل لي انا بالذات حساب وما يستقواش علينا. هيستقوى اكتر من كده؟ دول من درجت قدام عينيا وانشدت من شعرها لما جت تحوش عني، وانا اللي ما قدرتش احوش عنها. هو في اهانه وذل في الحياه اكتر من اللي احنا عايشينها دي يا امل؟ بس احنا هنفضل بقى نندب طول الليل كده ونعيط ونواسي بعض ولا ايه؟ انا تعبت يا امل، تعبت قوي وما بقتش قادره استحمل العيشه دي. تعبت. معلش يا حبيبي، معلش. ربنا كتير، ربنا ما بيغفلش ابدا. اكيد هو شايف وعالم، واكيد باذن الله باذن الله فرج قريب. نعم، هي الفلوس اللي بعنا بيها الكرتونة ايه؟ طلع لها جناحات وطارت في الهوا الشاشي. عارف الإمام اللي متعاطى ده صار ولاعب. هتسلفني؟ ما انت عارف البير وغطاه، ويمكن كمان عارف اللي صحته واللي ردمه. العمل يا فريد. اقول لك عليك وعلى الحاج مأمون. مأمون؟ انا ما عنديش ثلاجات عدم اللامؤاخذة. عمارة الأجهزة المنزلية الطويل العريض ده ما فيهوش ثلاجات برضه يا حاج. اللهم طولك اروح، ما فيهوش اشحات. الصيف السنة دي حر قوي، البيت يلزمه ثلاجة. ما هو لو الثلاجة انا عارفها انها رايحة البيت انا كنت اديتها، انما انت عدم اللامؤاخذة بتاخد الحاجة مني قسط ب10 قروش وتطلع من عندي تبيعها بره لاي حلنجي ب3 قروش، تروح تطفح فيهم إباب من اللي بتطفحه ده. صح كلامي ولا غلط؟ يا العلي العظيم، انت فاكر ان انا برضه من اللي بيحرقوا الاجهزه برضه يا راجل؟ بصريح العبارة انا نويت ما اديكش اي بضاعة من المعرض من تاريخ النهاردة. ومش بس كده، نويت على ايه تاني؟ لو ما دفعتليش الاقساط المتأخرة اللي عليك عدم اللامؤاخذة انا هعمل. تشتكيني؟ طب رحمت. امال هتعمل ايه؟ هبيع الشيكات واتصالات الامانة اللي تحت ايديا وعليهم قبضتك الكريمة لاي محامي من اياهم، وصل بقى انت عارف الباقي. أنا صباح الخير. صباح النور يعني. سايب محاضراتي وبقالي ساعة مستنيك قدام المدرج وتفوتي عليا كده ولا كأني هنا. معلش يعني ما خدتش بالي. في ايه يا امل؟ مالك؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. يبقى كلامي ليك امبارح لسه مضايقك. لا ما تاخدش في بالك، ما تاخدش في بالك. طب ماسكه دماغك كده ليه؟
حاسه اني دايخه يا عادل، حاسه امل هو انت لوحدك اللي بتشرب يا شحاته؟ ما كلنا لا مؤاخذه زيك بنشرب نفس الهباب، بس واخدين الحكايه كيف، انما انت مقضيها يا انتيني. ايه العملية مش ناقصاك حسب ابوك. طيب هتعمل ايه؟ هتسد اللي عليك لمأمون منين؟ اوه سيبني في حالي بقى وكفاك حقن. ما هو انت دخلتك حاجه تبيعها ولا ليك شغلانه عشان تستلف من صاحب الشغل قرشين، واصحابك والحمد لله كلهم زي حماتي على البلاطه البلاطه ده يمكن البلاطه باعوها كمان. انا ما فاهم هاي مسابقة لك صدق من سماك حقنة. لا، الوحدة الطبية في الجامعة مش كفاية، احنا لازم نروح مستشفى، لازم حد يطمنا عليك. سلام يا عادل، ما خلاص بقى، ما هي دكتورة الرعاية طمنتنا. انا فعلا ما نمتش امبارح كويس، وكمان جايه من البيت من غير فطار، طبيعي يعني اصدع على طول. بس كده بقى يبقى نفطر سوا. مفيش حاجة تديك الحق انك تنتقد تصرفاتي يا عادل. ولا حب ليك ولا حبك ليا، ده برضه مش كفاية، وخصوصا لما اكون ما بعملش حاجة غلط. انا ما قلتش ان الشغل عيب ولا حرام، انا بس معترض على تضييع وقتك وخصوصا شغلك اللي بيتأخر بالليل ده. امل، انت بتضحكي ولا بتعيطي؟ بضحك على كلامك وبعيط على نفسي. كبرياء امرأة